السماوة مع فريق الحسين ضمن الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم المؤهل للدور الممتاز. ضمن الجولة 18 من المرحلة الثانية من دوري الدرجة الأولى العراقي بكرة القدم، ضيف نادي السماوة على ملعبه نادي الحسين. شوط المباراة الأول شهد سيطرة كاملة للضيوف، حيث سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب معين كريم، لينتهي الشوط بهدف للحسين مقابل لا شيء للسماوة. شوط المباراة الثاني حاول أصحاب الأرض تعديل النتيجة، حيث بادروا إلى سلسلة من الهجمات على مرمى الضيوف، واستطاعوا من تسجيل هدف التعادل في الوقت الإضافي من نهاية المباراة عن طريق اللاعب حسن سلمان، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما. يعني الفريق ده يسارع على الهبوط الامتار الاخيره هاي، اعتقد ولد الضغط نفسي كبير على الفريق ما قدم اللي عليه، كان المفروض يقدم احسن من المستوى. يعني المباراه كانت بدينا، كان المفروض يعني الفوز بهدفين او ثلاثه على اقل تقدير، لكن التعادل في مثل هذه المباراه لا يغني ولا يسمن من جوع. متقدمين 1-0 انتهت المباراه. يعني انا اول مره الاخوان الحكام كلهم طيبين وخوش ولد، وهذا جل من لا يخطأ، بس مو ايش اخطاء، يعني اخطاء قد يكون تحكيميه داخل الملعب ممكن، ما اخطاء اضافه في الوقت. انا ضابط 8 دقائق والله، هو 6 8 وصلت 8 والله، حط الصافره بحقه ما صفر، الكره ملعبهم ما صفر، ولذلك احنا ما محظوظين ويا الحكام. والله العظيم يعني 52 شوط، انت شايف 52 يعني 52 بروح ابوع عليه، اقول كابتن ليش 52 يعني 52 دقيقه انا العب، انا جاي من بغداد تعبان، فايز يعادلني. وبهذا التعادل يصبح موقف نادي السماوة معقدا جدا بالبقاء في دوري الدرجة الأولى العراقي. لقناة العراقية الرياضية، فارس الوهامي، المثنى.